السلام عليكم، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا صباح الفل والورد والياسمين، يومكم مشرق بنور الله. قاعدة كده محتارة هنعمل ايه للغدا، هنعمل ايه؟ ففكرت ولميت اللي في التلاجة. ايه اللي انا لميته في التلاجة؟ معايا توم كبدة، 8 كيلو من الكبدة، معايا قطعة من اللانشون، معايا 3 بطاطسات. المهم كده هنعمل اشكال كده من الغدا المصري، الحاجة البسيطة الطعم الخطير. اللهم بارك. المهم كده قشرت البطاطس والزيت يكون سخن. خلاص كده خلصنا من أول صنف معانا. طب تاني حاجة معايا الكبدة كده مقطعاها، والكبدة هنا مفككة ولكن علشان كانت محطوطة في الطبق فمتماسكة مع بعضها. هسيبها لمدة 5 دقايق بالظبط والزيت سخن كده، وهي هتاخد الصدمة وهتكون فل الفل. حط اللايك والاشتراك لقناة وفاء خالد، ويلا بينا نكمل الفيديو بتاعنا. معايا بقى حتة لانشون هنا، فقلت ان انا استخدمها كده في البصل والطماطم وقرن الشطة، وعشان نخلي الاولاد كده ياكلوها. اللهم بارك. مركونة عندي ومش راضيين ياكلوها، قلت ده انا استغلها احسن استغلال. كان زمان بنعمل اللانشون كده في البصل بالتغذية، حد فاكر كده؟ في بقى ناس بتضيف عليه بيض وفي ناس ما بتضيفش عليه بيض. المهم كده انا عايزاه بطريقة سهلة كده، يعني احنا نبدأ كده بس نعمله ببصل وطماطم، وبعد كده لما يحبوه بعد كده يبقى نزود عليه البيض. اول حاجة كده بنحمر اللانشون معانا، سواء في الطاسة او في الطاسة اللي انت هتستخدميها. كده حطيت معلقتين 2، واللانشون كده اخد الصدمة. اي بكتيريا اي مواد حافظة لازم نستخدمها كده بالظبط. خلاص اخدنا الكبدة بتاعتنا اتشوحت واخدت اللون، وكمان اللانشون اتشوح واخد اللون معانا زي ما انتم شايفين كده. تمام، اللهم بارك. في نفس الوقت انا معايا 3 بصلات فرماهم فرم متوسط. الكبدة عايزة فرم متوسط لانها شرايح او عصافير او جوليان. وفي نفس الوقت الكبدة مقطعاها كده تقطيعة حجمها كبير، لان اللانشون بتاعنا من اللي هو الصغير. فلو اللانشون بتاعك اللي هو بيكون تخين فتقطعيه مكعبات وتكون متماسكة شوية. هناخد بقى شوية بصل هنا وشوية هنا ونظبط الأكلة بتاعتنا. المهم أكلتنا في 10 دقايق، وكمان لمينا اللي في التلاجة وعملنا أصناف كده من البيت، حاجات حلوة كده. اللهم بارك، والطعم خطير فظيع. هنا بقى البطاطس كانت خلاص داخلة على السوا، فبنقلب كده أكلنا كله في نفس الوقت، يعني ما نعملش البطاطس وبعدين نرجع نعمل أكل التاني. فبنعمل كل أكلنا كده مرة واحدة علشان نختصر من الوقت، يبقى الأكل بتاعنا استوي كله مرة واحدة. هنا بقى الكبدة بتاعتنا ناقصها التوابل وناقصها الشطة، وهنا اللانشون بتاعنا ناقصه الطماطم وناقصه الشطة والتوابل. بنشوح كده، ولازم المعالج يكون مختلف أو الشوك، علشان الكبدة بتكون في الأول بتكون زفرة، فما تنجلش أي حاجة كده من الأكل في بعضه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. تقدري تزودي فص توم للكبدة بتحلي كمان معاك الطعم. اما هنا اللانشون بنشوح معاه البصل لحد لما اللون بتاع البصل ما يصفر. اول البصل ما يصفر كده انزلي بطماطمتين كده او طماطمية كبيرة مع قرن شطة ونقطعهم تقطيعة سلطة، ونسيبها كده على نار متوسطة علشان يندمجوا كده مع بعض ويستووا. عندك بقى معلقة صلصة هتضيفيها معاها. اما لو الطماطم بتاعتك اللي هي طماطم خاصة بالطبيخ، طماطم طرية، فهتنزل المية بتاعتها. هنا بقى حطيت بابريكا وحطيت كمون للاتنين، يعني الكبدة بتاخد كمون وتاخد فلفل اسود، تاخد بابريكا حار او بابريكا حلو، يعني زي ما انتوا عايزين. وقرن الشطة لازم نضيفه، بس هنضيفه في الاخر عشان نحتفظ باللون. هنا بقى كانت البطاطس خلاص اللهم بارك استوت كده زي ما انتوا شايفين. ونيجي معانا على اللانشون بتاعنا، ريحته فظيعة. اللهم بارك. يعني تقدري تعمليها سندوتشات، تقدري تعمليها كده في أكلة على السريع في قلب سندوتش الأولاد لو هم عايزين. وده صحية إن اللانشون بدل ما تاكليه ني، ده بتموتي البكتيريا اللي فيه، وكمان أي مواد حافظة لما تدخلها في الزيت والزيت سخن كمان بتموت البكتيريا الموجودة فيها. خلاص اللانشون كده استوي كده زي ما انتم شايفين، والكبدة استوت كده. ما عادش معانا غير إن احنا نسخن العيش بتاعنا ونعمل كمان طبق فول على السريع. هنا خلاص الكبدة هننزلها. قبل ما بنزلها كمان بدقيقتين 2 بنحط معايا الشطة بتاعتنا علشان تحتفظ باللون زي ما انتم شايفين. اما البطاطس صفيتها من الزيت، واللانشون انا حبيت اعمل كميات بسيطة، ولكن عشان الاولاد كده يحبوا معانا الوصفة الاول. هنا بقى غسلت الفول بتاعنا، صفيته من المية وضفت معايا ربع كوباية مية ونزلت بكمون وبابريكا. وبعد ما بيستوي بنحط له الزيت وبنحط له نص ليمونة. تقدري تضيفي الليمون لوحده، تقدري تضيفي الطحينة لوحدها. هنا بقى الليمون بنعصر عشان البذر بتاعه بيكون كبير بصفيه بالمصفى. وهنا طبق مخلل. وده كانت أكلتنا ووصفتنا النهاردة،
وصفة خفيفة ولكن فيها أفكار كتيرة. أسيبكم في رعاية الله.